الوصفة دي من احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها في العزومات. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. معانا الطاسة على النار، حطينا فيها معلقة من السمنة ومعانا قطعة من اللحم. هننزل بيها علشان خاطر نحمرها. اهم حاجة ان قطع اللحمة ما تكونش سميكة عشان ما تاخدش معانا تسوية جامدة. بعد كده نزلنا بقطعة من اللية عشان تعزز معانا الطعم كده. هنبتدي بقى نحمر اللحمة كده على الجنبين. بعد كده هننزل برشة من الفلفل الاسود عشان نتبل بيها اللحمة لحد ما تحمر معانا كده زي ما احنا شايفين. وده شكلها معانا كده بعد ما احمرت. هنبتدي بقى نجهز الطواجن بتاعتنا. طبعا هنا هنحط فيها الخضار بتاعنا، عبارة عن بطاطس وبصل شرايح، ومعانا برضو فلفل اخضر وطماطمايه كده مقطعينها قطع، وفصين من الثوم والتوابل ملح وفلفل وبابريكا وورق لوري. هنبتدي بقى نقلب الخضار بتاعنا بالتوابل كده. ممكن تحطي اي خضار انت حباه، ممكن تحطي بسلة او كوسة مفيش مشكلة. هننزل بقى كده برضو معلقتين من عصير الطماطم مش كتير، وهنبتدي نقلبهم كده مع الخضار بتاعنا. وبعدين معلقة من الصويا صوص. المعلقة الصويا صوص دي لا غنى عنها عندي في الاكلات، بتدي تست عالي كده. ونزلنا بمعلقة من الزيت. بعد كده بقى هنحضر الطواجن بتاعتنا، وهنحط في كل طاجن قطعة من اللحمة. لو حابة تعمليها في صينية او في برايم عادي مفيش مشكلة، بس دي طبعا بتبقى شكلها اشيك في العزومات يعني. بعد كده بقى قطعنا اللي هي برضه قطع كده، ونحط كل قطعة مع قطعة اللحمة في الطاجن بتاعنا عشان تديها تست عالي وطعم جميل. بعد كده بقى هنجيب الخضار بتاعنا، وهنبتدي بقى نحطه في الطواجن بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين. وزي ما اتفقنا لو اللحمة بتاعتك ما كانتش هتاخد وقت في السوا، يعني وانت عارفة ان هي تاخد وقت في السوا، ممكن تزودي لها شوية من المية وتحطيها على البوتاجاز لحد ما تستوي 3/4 سوا. وبعد كده تحطيها في الطاجن عشان تطلع معاكي طرية ومزبدة كده وحلوة. هننزل بقى بالخضار كده بالشكل اللي احنا شايفينه. بعد كده بقى هيكون معانا كوباية من المية. هنبتدي بقى نزود الطواجن بتاعنا كده كل واحد شوية من المية. بعدين بقى هنقفل الطواجن بتاعتنا. الأغطية دي جاية مع الطواجن كده، هحطها على وش الطاجن. لو مش عندك هتحطي ورقة من الزبدة، وبعد كده تقفلي عليها بالفويل بالشكل ده. وبعدين طبعا هتدخليها الفرن وهتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. الخضار مستوي ومش مهري، واللحمة طرية وزي الزبدة وجميلة. جربوها بقى وبقولولي ايه رأيكم في التعليقات. ويا رب ان شاء الله الوصفة البسيطة دي تعجبك وتشرفك ان شاء الله في العزومات. وان عجبتك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة.